كانت واقفة هنا لو بالسنتر. المهم علينا على خير. طبعا نريد رمضان واحد بس واحد يمر علينا بلا طراقيع ونعيش بيه بسلام. ماكو حرام، ما يصير هذا الشيء ابد. يا اخي قوة يستفزون الواحد ويطلعوه عن طوره. قبل ما احكي اي شيء عن المسلسل احب اقول انه من ناحية التمثيل والاخراج والتصوير المسلسل حلو وعاشتيهم يعني عليه. بس انا اعتراضي على 3 شغلات. الشغلة الاولى هي المؤلف، الشغلة الثانية هي القصة، والشغلة الثالثة رحمة رياض. شوف اخوان، انا رجال ما باع مسلسلات عربية ولا افلام لسبب بسيط كلش. حاولت والله جديات، حاولت انه ابوع بس ما جاي اقدر، والسبب انه باوع الحين ما راح اقدر اسكت واوقف تصنيف، فراح اخرب المسلسلة على اللي دي باوعها. بس مرات كادر المسلسلة ما يقعدون راحة، وانت قاعد بامان الله تتقلب مثلا بالفيس وعلى غفلة طب تعبر لك منشور تشوف لك واحد من الكادر يذب لك طرقاعه بكبر راسه. فهنا يستيقظ الحشاش اللي بداخلك ويقول لك احكي لا تظل كابت، احكي جبان، تنجبر بعد ما تقدر. عيني مؤلف القصة الله بالخير، بس هيك حبيت اسلم عليك. يعني شنو هذا الستوري الناشره بالحساب مالتك؟ احنا هيك متفقين؟ شرفكم شنو هالتخلف؟ وانت الفت لك مسلسل الحوارات مالتها والقصه كلش عاديه وقلبت الدنيا بيها. المهم يكمل كلامه ويقول تبلغون على صفحه الفيس وتسدون الحساب بسبب احداث المسلسل واني كل شغلي بيه. بالنسبه للي بلغوا على الصفحه فهذول الجمهور كلش معدود، تلقاهم يتاثرون بالمسلسلات اضعف من المسلسل مالتك ب1000 مره. هم هيك طبيعتهم اخي، يتاثرون. فلا تحس بنسووا هيك معناها انه المسلسل مالتك اثر على الشعب العراقي كله، وانه الناس من راح تشوفك بالشارع تقول اوه ماي جاد انه هذا المخرج اللي قتل الحجي. ترى عادي والله، ما حد مهتم، الله شاهد، انا اول واحد ما مهتم. ويكمل ويقول هسه لو اقدر ارجع لكم الحجي سامي كان رجعته. انا تاثرت بهذا الكلام، الله شاهد. يعني اشكرك لان فكرت بينا وحسيت باللي دي يصير بداخلنا من ألم الفقدان الحجي. كلامك هيك تغلغل بأعماق. شوف هو هذا اللي يصير من نقعد نسولف عنكم، تغلغل بأعماقي. واتفاق دود الو. ويقول لو بيدي ارجع لكم الحجي. شوف حبي انا من عندي غدها الحجي بعد ما يرجع اصلا، انت تموته والمتابعين شي يشتغل عندكم الحج يا عمي. عيب، رجال كبير، زين الاعمار بيد الله. راح الحج وراح الفيس وراحت روحي على هالساي. والله العظيم دا اتاذى، والله دا اتاذى بداخلي. يا معودين تفرجوا المسلسلات براحتكم، ما حد يقدر يتدخل ولا يقول لكم تفرجوا هاي ولا تتفرجوا، بس لا تنشروها بالفيس، فدوا قلبكم. يعني مو من تنشروها بالفيس، هذا اللي دي يصير. يا اخي لا توازونا على المنكر. خلونا من نفتح الفيس اخوان نتفرج بهدوء وبسلام ونشوف المنشورات. مثل خلينا نشوف هسه ايش راح يطلع لنا. يا رب عفوك ورضاك، يا رب عفوك ورضاك. طبعا انتو جماعة برشلونة وريال والنبي بيكم جلد للصبح، الله شاهد. هيك العقوبة مالتكم يا راد. يلا يجوز تبطلون يا اخي، ما مليت. كافي افتهمنا والله. فازت برشلونة وحجة ريال، شقيتونا شق، رجعونا على المسلسل هواي احسن. المهم نرجع للمؤلف مالتنا، وهنا الحكاية اللي استفزتني. شو يقول الله يستر بالحلقات الجاية ايش راح تسوون. عيني جورج آر مارتن، استقر شوية، استقر. رحمة للكائنات المجهرية، استقر. الرحمة رياض اللي نعلت ام الاغنية مال ابوها. ترى حرجالش بعدين رحمة صبريلي، مو تروحي، ظل مؤلفنا العزيز. انت هسه يعني بهذا الستوري سويت 3 شغلات. الاولى غلطت على الوادي ولا هم الشباب ما قصروا وشعلوا صفحتك، يعني قصدي الصفحة مال فيس. ترى الظاهر هم يدرون بيك ما تتحمل، طبعا اكيد تصرفهم غلط. الشغله الثانيه من تقول لو بيدي ارجع لكم الحج، لا باقي ما اريد. شنو انت محملنا بالنية بالحج يا عمي؟ الله يرحمك حجينا فاتحه شباب. والشغله الثالثه من تقول الله يستر بالحلقات الجايه ايش راح تسوون. يعني شنو عده تسوي؟ اثاره للمسلسل وهاي وتشويق وش راح يصير بالمسلسل. قابل ايش حيصير يعني؟ قابل حتوقظ التنين اللي بداخل في سيريس. هو المسلسل انا متاكد عباره عن زعل فلان ورضت فلانه ومات فلان وسوت مشكله فلان وصبينا غدا وش نتعشى اليوم. انا متاكد هيك. المهم هديت نفسي وقلت عمي خاف، انا هم انا قاعد اظلم هذا المسلسل من جايده اتوقع الاحداث مالته اللي راح تصير، فقلت خل اشوف لي حلقه وما اظلمهم، ويا ليتني لم افعل. المهم بدت المسلسله باغنيه رياض احمد الله يرحمه. بدت سوت بالاغنيه. ليش هيك تسوين ولك رحمه بالاغنيه؟
تجرين وتعرين بيها ليش؟ صدق كذب يا اخي، من تسمعها تحس راح يجيك اغماء، الله شاهد. ومن صفنت لها شفت انه هاي الاغنيه ممكن يستعملوها بغرفه العمليات، بدل ما يصرخوك راديو حتى تفصل، بس يجون يم اذنك ويقولوا لك ابطأ، ما عندك شويه ابطأ من هيك شيء. وراها حتى لو شالوا كل سنونك من حلقك وتقعد من التخدير ما راح تهتم، لان بعد مالك نفس تاكل اصلا. سديتين نفسنا على فطور الله يقطع وجهك. احس الاغنيه ساحت ماعت والله العظيم، هالقد ما بطيئه صارت. بعد والله العظيم ما جاي بالغ، ثاني يوم من مشغلين الاهل التلفزيون وسمع الصوت الاغنيه قلت لهم كتموا عليكم الله، كتموا بس تخلص ورجعوا. واحكي جديات والله، ايش قد كنت احبها الاغنيه من غناها ابوها الله يرحمه، بس هي غنتها يا اخي ما ادري سبحان الله مطتها للاغنيه مط. المهم بديت اباوع شويه من المسلسل، ومثل ما توقعت هذا يحرك ابوه على اخوه، وهذا الحجي يتقشمر ويزعل، وتعال بعد شي رضي للحجي قفل يراد له 6 حلقات يلا يفك. وهذا مرته خطيه وذاك مرته حيه، وقالت سوالف الذهب كل ما ينزل سعر الذهب يرتفع ضغطي وياه. عمي بلا حسد والله يزيد كل الناس، بس انا اول مره بحياتي اشوف صايغ ذهب حاير بالعيشه. وينك وجه لغوه؟ شايفين ايش لغوه؟ مؤلفنا العزيز انا انصحك تروح لذاك الصايغ تتعشى يمه، بلكي ياكلك الاسد مالته ونفتك منك ومنه ومن الاسد. والله العظيم اكتب لك يا اخي مسلسلات عباره عن حوارات مستهلكه سامعين قبل 6000 سنه وبعدكم تعيدون به. عباقدر تقولون للمتابع العراقي هاي مسلسله بيها نفس الحوارات مال عام، بس شنو ودينا لك اياها هالمره بخان الذهب، السنة الجاية إن شاء الله نشيلها من خان الذهب نوديها لخان الفضة. ما مليتوا بشرفكم، ترى هسه صدق أيقظتوا التنين. وألف رحمة على والدي اللي سوى هذا المقطع واختصر به سالفة المسلسلات العربية كلها، جابها فيت. جاسم طلقني شبي، لا يا النبي لا تمد ايدك على امي، تمد ايدك على ابوك ابصم. كلها شركات صارت مالتي شرطة عندك. هذه نهاية كل ظالم يا جاسم. جاسم انت تمشي؟ ايه عشان اعرف الصج بالجد، والحين انت طارق يا مدري طارق. هسه بالاخير يجوك المراهقين اللي متاثرين بالمسلسل يغلطون عليه، ليش تحكي على اقوى مسلسل بالتاريخ يا اخي؟ وش راح يخلصنا بعد؟ بالنهاية أنا أشجع أنه تصير أكو دراما عربية وعراقية، مو ضد هالشي أبد. ومثل ما قلت كان جو المسلسل والتمثيل حلو، أنا اعتراضي على القصص والأحداث كافي تعيدون نفس السوالف بيها. فمثل ما قال شاعرنا الكبير كافي الخاطر الله.